في فرق كبير قوي ما بين مستر اكس وما بين الراجل اللي بيحب. مستر اكس لو اتكلمنا عليه فهو راجل غامض، الست دايما بتحبه كده وبتمله وبتبقى عايزة تكتشفه هو وراه ايه، ليه مش بيحكي عن نفسه اكتر، ليه مش بيحكي عن علاقاته عن اهله، بيحكي حاجات طشاش قوي عن شغله او نوع العربيات اللي هو بيحبه. دايما بيظهر كده في اوقات معينة جدا، ممكن يقعد اسبوع او شهر كامل ظاهر وبعد كده تلاقيه اختفى بس من غير بلوك او اي حاجة. هو موجود لكن هو مش موجود، انا مش عارفة اوصله. وفي نفس الوقت مهما بعتي او كنتي واقعة او استفزتيه او اي حاجة برضه ما بيظهرش غير في الاوقات اللي عايز يظهر فيها، وكأنه بالظبط بيجي في اوقات معينة هو الوقت ده فعلا فاضي فيه وفعلا ما عندوش حاجة، وانتي الحتة اللي ممكن تشغلي بيها وقته، سواء خناق سواء عتاب سواء ضحك سواء تهريج او خروجة حلوة او اي حاجة. ودايما بعده عنك بيخليكي كده عندك question mark كبير قوي. طب هو انا عملت ايه؟ طب انا بعدت ليه؟ طب هو مش عايزني؟ طب هو مثلا ما استريحش معايا؟ طب هو العلاقة دي ممكن تفضل سنين وسنين، يختفي ويظهر بمستر اكس، يرجع لك باغنية ببوست على الواتساب، بزيك اخبارك ايه، انتي مختفية ليه، انتي فينك، بتعملي ايه. ده مستر اكس. الراجل اللي بيحب بجد كلمة واحدة بس بكل الفيديوهات اللي اتعملت بكل حاجة، هو الوقت لو حطك في وقته، في علاقاته، في شغله، في مشاويره، في مشاكله، في حياته، حطك جزء فيها كبير ودايما بيحكي ودايما معتبرك شيء مهم جدا في يومه، الراجل ده بيحب. الراجل اللي بيحب بنعرفه دايما من ان هو بيدي للست اللي معاه وقتها، بيكلمها في اوقات كتيرة جدا وبيبقى بيدخلها في ادق التفاصيل. في رجالة كتيرة مش كل الرجالة شبه بعض، بس بيدخلها في حاجات معينة وبيحب يحكي لها. يعني مثلا كان قاعد مع اصحابه شربنا شاي واتكلمنا في العربيات، مش لازم يتكلم في الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه، بس على الاقل اديلها كده ايه عنوان الموضوع. انا كنت بتخانق مع اهلي بسبب كذا وبكذا، انا كان عندي مشكلة في الشغل بسبب كذا، انا مش عارف اعمل ايه، انت ايه رأيك. بيحاول دايما يتناقش معاها ويدخلها في كل تفاصيل حياته. الراجل ده بيبقى بيحب لانه مديها وقت، زي ما هو مدي الفيرست بايورتي عنده اللي هو الشغل واهم حاجة وقت، ومدي الاهل وقت، وتجارته مع ربنا وقت، هو كمان مديها وقت. الوقت ده اعرفي بيه ان الراجل بجد بجد بيحبك، باختلاف المواضيع اللي بيتكلم فيها وباختلاف بيفرش كروته كلها او بيضم كروته، بس على الاقل انت فعلا ليكي وقت، والوقت معاكي انت بتحسيه. الست دايما بتشم عن بعد الراجل ده بجد بيحبني او لا. الست مش مستنية تعرف والبنت مش مستنية تعرف ده مناسب ليها او لا، وهي بتبقى عارفة كويس قوي. بس فكرة ان اوقات كتيرة احنا بنعمل حاجة اسمها confirmation bias اللي في علم النفس، اللي هي مراية الحب عمياء، اللي انا بفلتر له الافعال اللي انا شايفاها غلط بس انا مش عايزة اقنع بيها نفسي علشان انا عاجبني اسلوبه او طريقته او غموضه. فخدي بالك ان في فرق ما بين الراجل اللي بيحب والفرق ما بين مستر اكس.